للمشاركة في برامجنا على قناة الصحة والجمال اتصل على قناة الحافظ والصحة والجمال تعلن عن فتح باب القبول في الدورات والاختبارات المؤهلة للعمل بالقنوات الفضائية لراغبي العمل في مجال الإعلام كمقدمي ومعدي برامج، وإلحاق المتدربين والمتمرنين للعمل بقنواتنا والحصول على شهادات خبرة معتمدة. للاتصال قسم التدريب والتوظيف 010 225 77 602 أو 010 225 77 603 أو 02 35 85 80 86. هشاشة العظام هي أحد أمراض العظام، وهو نقص غير طبيعي في كثافة العظام وتغير نوعيته مع تقدم العمر. العظام في الحالة الطبيعية تشبه قطعة الإسفنج المليء بالمسامات الصغيرة، وفي حالة الإصابة بهشاشة العظام يقل عدد المسامات ويكبر، وتصبح العظام أكثر هشاشة وتفقد صلابتها. ومن أهم أعراض المرض آلام مزمنة في الظهر، نقصان تدريجي في الطول نتيجة انكسار الفقرات، الكسور في الجهاز الهضمي مثل كسر العمود الفقري أو عظام الرسغ أو عنق الفخذ، تحدب الظهر نتيجة انكسار بعض الفقرات. نصائح لجسم مشدود. مع تغير الوزن وتقدم العمر يحدث تمدد للجلد في أماكن معينة. تستطيعين تجنب كل هذه المشاكل باتباع النصائح التالية. اهتمي بالرياضة بانتظام. الحفاظ على وزن ثابت قدر المستطاع. شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل، فهي تساعد الجسم على التخلص من السموم. الاهتمام بالغذاء الصحي مع التركيز على الأغذية التي تحتوي على مضادات الأكسدة. الترطيب اليومي للجسم خاصة بعد الاستحمام. الاهتمام بتدليك الجسم لتنشيط الدورة الدموية باستخدام زيوت طبيعية. حمامات البخار مفيدة جدا للتخلص من السموم وتنشيط الدورة الدموية والتخلص من الجلد الميت. الصحة والجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا بكم. بيسعدني النهارده ان انا استضيف معاكم الاستاذ الدكتور سعيد البركي، استشاري جراحه الاورام. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك. انا برحب بيك بالنيابه عن المشاهدين وعن اسره البرنامج كلهم، لان احنا النهارده هنستفاد من سيادتك، لان هنسال في موضوع مهم جدا. الموضوع طارح نفسه وموجود اليومين دول وكتر في الاونه الاخيره بالنسبه لنا احنا يعني كاطباء، ان احنا ظهر من 20 او 15 سنه بحاله فظيعه يعني، او انتشر جامد ومعظم الستات بتخاف منه، وهو اورام الثدي. فاحنا يا دكتور دلوقتي في بدايه الحلقه عايزين نعرف حجم المشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بيك برضك وبرحب بوجودي هنا في القناه. وطبعا هنتكلم على حجم المشكله على مستوى العالم الاول. ان احنا بنقول في مليون حاله جديده بتكتشف سنويا على مستوى العالم كله، منهم 400 ألف سيدة بتموت سنويا نتيجة مضاعفات أورام الثدي. نسبة حدوث الورم ده
في الدول المتقدمة بيبقى عالي شوية، يعني حوالي 30-35% حسب الإحصائيات اللي معمولة خصوصا في فرنسا وفي أمريكا. النسبة دي بتقل للنص، بتوصل 14-15% في الدول النامية، منها طبعا مصر. طبعا عشان نقول نسب الوفيات طبعا في الدول النامية هتبقى أعلى لو معدل حدوثها، لكن نسبة حدوثها أقل عن الدول المتقدمة، حدوث ورم الثدي ذات نفسه أو الحالات اللي تكتشف. طب ليه الفرق يا دكتور في كده؟ ليه الفرق اللي بين الدول المتقدمه والدول الناميه؟ مع ان المفروض ان الدول الناميه زي ما حضرتك لفتت نظري ان هي يعني طالما ناس الدول المتقدمه متقدمين في كل حاجه، ليه نسبه الاصابه عندهم اكتر؟ يعني جزئيا عشان اكتشاف الحالات مبكرا، دي طبعا بتضيف للأعداد اللي بتكتشف، فنسب الحدوث بتبقى حقيقية. لكن في الدول النامية، مش بنتكلم على مصر، دول نامية أخرى ممكن ما يكتشفش المرض ذات نفسه، لكن مش هو ده العامل الأهم. العامل الأهم اللي هو حدوث الورم ده نتيجة مسببات أو يعني أعراض نقدر نقول عليها مسببة أو العوامل المسببة، لأن مفيش أي سبب واحد ممكن اتهامه مباشرة. تمام يا دكتور. طيب يا دكتور، عايزين نعرف أسباب سرطان الثدي. برضك مش هنقدر نقول سبب واحد متهم، لكن هنقول العوامل المسببة. هو تعبير جميل من سيادتك اللي هو سبب واحد متهم، يعني إيه بقى؟ يعني في أسباب بنتهمها بالباطل؟ لا، لو قلنا أي سبب واحد هو ده السبب مش هيبقى منطبق عليه، لأن ممكن الأخت وأختها في نفس الأسباب، نفس العوامل البيئية ونفس الهرمونات، لكن دي جيلها دي ما يجيلهاش. وفي 2 فتياتين عايشين في نفس الظروف، واحدة يجيلها وواحدة ما يجيلهاش. فلو جينا للعوامل المسببة هنتكلم على العامل الهرموني اللي هو ده أساسي في معظم الحالات، وهو ده السبب في انتشار المرض في الدول المتقدمة عن الدول النامية. فبنتكلم على السبب الهرموني لو فهمنا ان الهرمونات ده لها دخل في حدوث الدورة الشهرية ولها دخل في انقطاع الدورة الشهرية، فنبدأ نفهم حجم المشكلة. الأبحاث قالت إن اللي بيحصل لها الدورة الشهرية في سن مبكر عرضة أكتر من اللي بيجي لها اللي هي أول دورة شهرية في سن أكتر منها ب2 أو حاجة. يعني اللي يجي لها دورة شهرية في 10-11 سنة ده بيبقى عرضة أكتر من اللي بيجي لها دورة شهرية أول دورة شهرية 13-14 سنة. تاني حاجة انقطاع الدورة الشهرية، آخر دورة شهرية اللي بتنقطع عندها بدري بتبقى عرضة أقل من اللي بتنقطع عندها في سن متأخر. فعشان كده تعرض السيدة للهرمونات الفترة بتتعرض عليها كل ما تقل، كل ما تقل خطورة المرض. تاني حاجة، في بعض السيدات وجدوا بعد انقطاع أو في سن اللي هو انقطاع الطمس أو انقطاع الدورة الشهرية، لقوا عندهم معدل من الاستراديول اللي هو الهرمون ذات نفسه عالي في الدم، ووجدوا ان دول عرضة 4-5 مرات عن السيدات اللي هم ما عندهمش نسبة هرمون. طب يا دكتور، يعني ايه الفرق او ايه يعني يقدروا ازاي يعرفوا ان هم عرضة، او يجري ازاي على الدكتور لما يعرف ان الهرمون عنده مثلا كده، لو الدورة جات لها بدري، ايه الطرق اللي هي تتبعها عشان تحمي نفسها؟ دي مش هنقدر نتدخل فيها، لكن احنا بنقول دي عوامل خطورة بتتحط لها سكور. طبعا ليها حسابات معينة. ليها سكور، انقطاع الدورة او الدورة. في حاجات طبعا تاني اللي هو الحمل، واحنا هنهتم بالحمل والرضاعة. الست اللي هي ما حملتش ولا مرة بتبقى عرضة اكتر من عندها حمل واحد، واللي قررت الحمل والرضاعة عرضة اقل من اللي ما حملتش خالص. وطبعا اللي رضعت، دي ابحاث قالت كده، اللي رضعت 25 شهر متواصلة دي عرضة، يعني يبقى 25% اقل من ما رضعتش خالص. يعني كل ما يبقى في رضاعة كل ما في تأمين. كل ما يبقى في تأمين. يعني كده اصل هنا في معظم الستات عندنا بيخافوا على جمال الثدي من الرضاعة،
او يبقى في بعضهم مش كلهم يعني. فده كده يعني ده نصيحه ليهم بقى. دي نصيحة ليهم. زائد برضك تأخير الحمل الأول بيزود نسبة حدوث الورم ده 4 مرات خطورة. فعشان كده نبدأ نفهم ليه منتشر في الدول المتقدمة اللي هي بتتجوز وبعد 7 سنين تبدأ تخلف أول طفل. في مصر بعد 7 شهور ل9 شهور بتكون مخلفة عيل. وطبعا بيتقال ان اللي بتخلف ابحاث اللي هي عملت احصاء، اللي بتخلف 5 مرات وترضع 5 مرات دي بتبقى عرضة اقل لاورام الثدي، سرطان الثدي. ده احنا كده مختلفين مع تنظيم الاسره خالص يا دكتور. لا، 5 هو مرات. تنظيم الاسره يعني في موقف تنظيم الاسره على حسب القدرات الماليه. كل ما يكون قدرتك الماليه احسن خلف احسن، لان دول الجنود اللي ممكن تقدر تربيهم كويس وتقدر تنشئهم كويس ويبقى خدمه للمجتمع كله. دي وجهه نظر جميله، احييك شخصيا عليها يا دكتور والله. طيب يا دكتور، عندنا دلوقتي في مشكله تانية اللي هي العوامل البيئيه اللي حضرتك كنت برضو قلت لي عليها. ايه هي العوامل البيئيه اللي ممكن تسبب كده؟ العوامل البيئيه طبعا هنتكلم. البيئه عباره عن طعام. كل ما نستخدم الحاجات الاكل الطبيعي اللي هي الخضروات والفاكهه اللي غير مدعمه باسمده كيماويه اللي هم النشرال، كل ما يقل طبعا حدوث الورم. وكل ما تلجأ السيدة لأكل السكريات أو الدهون أو بعض البروتينات بتبقى عرضة أكتر. في حاجة أهم برضك اللي هي السمنة المفرطة. لا، كلمهم عليها بقى يا دكتور بالتفصيل. اتفضل معاهم براحتك. السمنة المفرطة ده طبعا بيبقى سبب أساسي لوجود اورام الثدي، بالاضافه لان الست ما تقدرش تتمكن انها تكتشف ورم لان هي غير معنيه بكل جسمها. وعندها حالات يأس وما بتروحش للدكاتره كمان. فكل ده بيزود يعني العوامل اللي ممكن تلجأ لها. زائد هي طبعا عشان توصل للسمنه المفرطه فاكيد بدأت تاكل نشويات وسكريات كتير اللي هي كعوامل لها. طبعا كل وحده من وزن الجسم بيقابلها 5 أضعاف حدوث ورم. كل واحده زياده بيقابلها 5 أضعاف. طيب يا دكتور، هنا احنا اتكلمنا عن العوامل البيئيه برضو بشكل مختصر بقى، اللي هي الطريقه اللي هم يفهموها او المشاهد يفهمها ويستوعبها. عايزين نتكلم بقى عن التعرض للاشعه. في ده طبعا ممكن نضمنها ضمن العوامل البيئيه. طبعا اللي بيعملوا اشعاعات كتير ودي طبعا اللي عليها ابحاث كتير، اللي بيعملوا اشعه كتير على اسنانهم او اشعاعات الصدر، خصوصا زمان كان وقت حدوث الضرن كان في العربيه اللي اسمها السكرين دي بتعدي تقعد تعمل اشعاعات بصفه منتظمه على الناس عشان اكتشاف اورام اللي هو مرض الضرن ذات نفسه اللي هو السل. لكن في بعض الناس كل ما تكح تروح رايحه عامله اشعه، كل ما سنه توجعها تروح عامله اشعه. دي طبعا تعرض لاشعه بتعمل نوع من الايونيزيشن لخلايا الثدي وتبدا يحصل لها نوع من الميوتيشن، يعني بتغير شكل الخليه وتبدا تقلب اورام. في حاجه مهمه طبعا الايام دي اللي هو بقى نتيجه الحضاره والتكنولوجيا الجديده، التعرض للاشعه الكهرومغناطيسيه اللي هي في تليفوناتنا وفي النت ومحطات التقويه، والناس كلها هتزعل طبعا من الكلام ده. ما حدش هيمشي خالص في الشارع. بس هي موجوده برضه في البيوت. طبعا موجوده وليها طبعا عامل خطوره، لكن مش هي المسبب عشان يعني مش مسبب رئيسي. لا، ولا حاجه من العوامل دي مسبب رئيسي باستثناء الهرمون بالذات. وفي طبعا العامل الوراثي مهم لسه ما اتكلمناش عليه. طب يا ريت بقى سيادتك تكلمنا عن العامل الوراثي لو ليه دور مهم برضه. العامل الوراثي طبعا هم اكتشفوا 2 جين بيسموهم طبعا بريكا 1 وبريكا 2، دول اكتشفوهم وبيبدا تطبيق العلاج عليهم لما يكتشفوهم وبيتعاطى في علاج لهم مخصوص. نسبه العامل الوراثي في اورام الثدي ما بيتعداش 17%، يعني مش نسبه تقلق. فعشان كده مش كل واحده امها او اختها او خالتها جالها ورم ثدي ممكن يجي لها هي كمان، لكن بتتحط في كاتيجوري ان فيها عامل خطوره يجب انها يبدا فحصها بصفه دوريه. يعني انا بطمنكم هو على لسان الدكتور بنفسه، الدكتور سعيد، ما حدش يقلق.
هي بس الحكايه كلها بتبقى احتمالات لاي حاجه، وفي ما بيبقاش عنده عامل وراثه وبيصاب بكده يا دكتور. طبعا فهي بتبقى بس لأن يعني النسبه الاكبر 83% اللي هو ما عندهمش اي عامل وراثه. تمام. فاحنا كده ده حاجه تطمنكم يعني، ما فيهاش قلق، لان القلق برضه ساعات بيدي اعراض مرض مش موجود. طب يا دكتور احنا اتكلمنا عن الاعراض، هل كل ورم ثدي خبيث؟ هي اورام الثدي عامه لما نبدا نشوف المترددين على عيادات الاورام، مش على عيادات الفحص او الاكتشاف المبكر، على عيادات الاورام، بنلاقي 90% منهم بيطلع حميد و10% يطلع خبيث. طبعا النسبه دي بتبدا توازن نفسها مع السن، حوالي من 45 ل 55. ده السن ده بيبقى النسب طبعا بتبدا تبقى 50 و50. يبقى يعني في متعادله يعني، ما فيهاش قلق برضه. ما فيهاش قلق، لا. هي معظم المترددين مش من السن ده، بيبقى الصغيرين اكتر، اللي في الثلاثينات وفي العشرينات، دول اكتر، دول اللي عندهم اهتمام بنفسهم اكتر. تمام. طب يا دكتور انت كنت لفتت نظري قبل الهوا على حاجه هنا مهمه، ان احنا كنا بنتكلم عن الاطباء الجي بي او طبيب العيله، ان لما الواحده تكتشف ان عندها ورم او عايزه تطمن على نفسها، او كان عندها حد في العيله عنده ورم وعايزه تطمن، عايزه تعرف عندها عامل وراثي ولا لا، فبتتجه لطبيب العيله. هل هو مثلا تخصصه مثلا مش اورام؟ يعني انت حضرتك تنصحه بايه للاطباء نفسهم برضه عشان يخلي بالهم من حاجه زي انا دي؟ عن نفسي بشجع طبيب العيله او الدكتور الممارس هو اللي يقوم بفحص معظم الحالات مبدئيا، لان تعرض السيده وذهابها لدكتور اورام مباشره، مجرد اي تفكير انه ممكن يكون عندها ورم، ده بيعمل نوع من الاحباط ونوع من القلق النفسي لها ونفس اسرتها، حتى لو ما طلعش عندها حاجه خالص، مجرد بدات تزور اللي هو استشاري الاورام او جراح الاورام. لكن طبعا الدكتور ده لازم يدرب الاول، الدكتور الممارس ده لازم يدرب الاول على كيفيه الفحص الثدي بطريقه سليمه وطريقه منجزه، ويقدر يطلع لنا فعلا الحالات المشتبه فيهم، ويبدا يعرضها على الاخصائي او استشاري الاورام، ويبدا يتعامل معها بالاسلوب المتبع لعلاج الحالات دي. تمام يا دكتور. طب يا دكتور عايزين نتكلم عن طرق المعالجه. قبل ما نتكلم على طرق المعالجه لازم نتكلم على طرق الاكتشاف او طرق التشخيص. طرق التشخيص في الثدي بالذات بنقول ان الست ذات نفسها سيده معنيه بالامر لتشخيص حالاتها، يعني هي بنفسها تشخص نفسها. ده لازم، لان هي بتبقى تقدر تشوف نفسها يوميا او اسبوعيا او شهريا، ولازم نعلمهم الطريقه المثلى لازاي تكتشف الاورام عندها او وجودها. الاول بنعلمها ان هي تقف قصاد المرايه وتبدا تشوف الكونتور بتاع الثدي من ناحيتين، او اي تغيير في شكل الحلمه او ظهور علامات معينه حمراء او حاجه، وتبدا تضغط على الحلمه لو تشوف فيها اي افرازات. بعد كده بتستلقي على ظهرها وبتحط اي مخده تحت ظهرها وتفرد ايديها وتبدا تقسم الثدي كانه رغيف عيش، وتقسمه 4/4، ولما تفرد ايديها كده يبقى نص الايد بتبدا تفحص كل ربع لوحده، وتقدر تكتشف اي اورام هتلاحظها. لو لقت اي حاجه من دي طبعا بتبدا تعرض نفسها على اللي هو الطبيب الممارس العام بتاع العيله، او تذهب مباشره للاستشاري او اخصائي جراحه الاورام عشان يبدا يتعامل مع الحاله بالاسلوب الامثل. والله طريقه جميله ان هي تبدا تشخص بنفسها الاول قدام المرايه، زي ما سيادتك قلت ان هي تقف بالجنب عشان تشوف الفرق بين هنا وهنا، لان طبعا زي ما سيادتك لفت نظري ان الجنب اليمين غير الجنب الشمال طبعا، فانت بتقول على مكان يعني مكان اللي هو الجناب. دي مشكله طبعا. كل السيدات بيحصل لهم هلع اول ما تقول لهم الفكره دي، يبدا يقول لك انا اكتشفت اول مره ان في صدر اكبر من الثاني ده ظهر فيها ورم. طبعا ما فيش سيمتريه في اي جزئين في الانسان، ما فيش عين قد الثانيه، ما فيش اي جزء ثاني منهم الصدر. طبعا الطبيعي ان في صدر اكبر او اصغر بمقدار معين، حتى لو في فروقه واضحه هي هتعرف ان هو من زمان هو كده.
تمام. طب والله جميل جدا يا دكتور. طيب نتكلم بقى عن طرق المعالجه يا دكتور، احنا اتكلمنا عن التشخيص المبكر. طرق التشخيص طبعا بعد ما نبدا نشك ان في ورم، والاستشاري بيبدا يحس ان في ورم، بيبدا يعمل اللي هو اشعه. الاشعه دي طبعا اللي هي اشهرهم حاجه اسمها الماموجرام او اشعه التشخيصيه لاورام الثدي. دي عباره عن اشعه بيتحط الثدي ما بين لوحين وتبدا تصورها، وبيطلع كل التفاصيل اللي موجوده في الثدي. وجود ورم بيدينا فكره عن حجم الورم ومدى الشكوك فيه. وطبعا بتتقسم في حاجه اسمها بيراد، دي اختصارات اللي هو الاكتشاف اورام الثدي. بيبدا يشوف ويديله سكور من 1 ل6. 1 و2 دول طبعا ورم ما فيش ورم، 2 ورم حميد، لحد ما يدي اللي هو قدرة الشكوك بالأشعة في الورم المعني ده. هل هو مشكوك فيه لدرجة معينة؟ طبعا من أول براد 3 لحد 6 طبعا احنا ده لازم إجراء جراحي فوري. بعد ما نعمل أشعة بنعمل التحليلات الروتينية أو بنعمل عينة بالإبرة. لو احنا هنعمل عملية استئصال عينة من الثدي طبعا بنعمل تحليلات روتينية لصورة الدم والحاجات اللي زيها. لو فيه ورم مشتبه فيه أكتر من لازم أو عايزين نبينه أكتر، ممكن نعمل رنين مغناطيسي بيبين لقدرة يبين أكتر. تمام يا دكتور. طب انت سيادتك برضو كنت هتضيف حاجة دلوقتي؟ في طبعا حاجات حديثة دلوقتي موجود اللي هي منظار القنوات اللبنية. دي استخدمت هنا في مصر، ودي طبعا لبعض الحالات عشان يقدر له قدرة يطلع لنا ورم 2-3 مللي موجود في القناة اللبنية قبل ما يكون محسوس وقبل ما يظهر في الأشعة. حاجة جميلة تطمن برضه، يعني الحاجات دي تطمن. طبعا تركيب عليه جهاز معين انه يبدأ يدمر الورم الصغير ده، ويبقى ستك انها ما عملتش عمليات خالص. يعني غير الاول بقى كان استئصال على طول؟ طبعا في مراحل لجراحة الثدي لو عايزين نتكلم عليها. لا هنتكلم كله لا هنتكلم دلوقتي، بس دي حاجه تطمن يعني. طب هل المناظير دي موجوده في مصر دلوقتي؟ موجوده، استخدامها في اماكن كتير؟ لا مش في اماكن كتير، هي استخدامها طبعا محدود عشان تكلفتها عاليه، وعشان باكتشاف معظم الحالات انه في ورم حقيقي موجود. يعني ممكن يكون في احتمال اشتباه في ورم وهو مش ورم اساسا. لو في افرازات مدممه في الثدي يبقى في احتمال 20% في اورام لسه موجوده في قنوات الثدي لسه ما بقالهاش حجم، دي ممكن يخش ويدمر النتوءات او الاورام الصغيره دي. حضرتك المنظار ده كده بقى من العلاجيه، من الطرق العلاجيه من كمان بالمره، الطرق العلاجيه والتشخيصيه في نفس الوقت. يعني يبقى ده كده ده حاجه من ضمن الطرق العلاجيه. في حاجه تانية من الطرق العلاجيه اللي هي بنستخدمها برضو؟ احنا لو اتكلمنا عن التطور، كان زمان اول بنكتشف ورم باي حجم كان بيتشال الثدي، بيتشال العضله بتاعت الصدر نفسه، بيتشال كل الغدد الليمفاويه اللي موجوده تحت الابط. وطبعا والست بتعاني من العمليه بطريقه طبعا مفزعه. اتطورت الكلام ده ان احنا بنستأصل الثدي فوق العضلات بس بعد تفريغ الغدد الليمفاويه. بعد كده اتطورنا اكتر ان احنا اسمه العلاج التحفظي لاورام الثدي، ان احنا بنشيل الورم بحد امان او نشيل مقطع من الثدي، وكل ده مع تفريغ الغدة الليمفاوية اللي تحت البطن، او التطوير اكتر باستخدام جهاز اللي هو مبين اللي هو الاشعاعات موجود، اللي هو بيستخدم نوع من الايزوتوبس يعني بيستخدم زي بنستخدم الليزر كده. لا بنحقن ماده بتتكدس في الغدة الليمفاويه، وبعدين بيكتشفها عداد، بنقدر نشوف الغده المصابه ذات نفسها، وما نشيلش كل الغدة الليمفاويه، نشيل جزء منهم بس. التطور الاكتر بعد كده ان احنا نستأصل الورم ذات نفسه، ونبدا نعمل عمليه تجميل كمان للثدي الثاني لو حجم الورم احنا استأصلناه او الثدي شكله كبير، فالست تستفاد من استئصال الورم ذات نفسه زائد تصغير الثديين، وتطلع معنوياتها ونفسيتها طبعا احسن بكتير. ده بتبقى فكره جميله ان هي بتبقى بنظبط العامل النفسي هنا، مش تجميلي بس، ده كده عشان العامل النفسي ما تحسش ان في فرق. العامل النفسي طبعا في اورام الثدي ده مهم جدا.
طب انا عايز رساله من سيادتك للاطباء عشان يرفعوا نسبه العامل النفسي عند المريض نفسه، او لما يتاكد ان عنده حاجه ما هو وهو عايز العامل النفسي ده ليه شقين. اول حاجه الدكتور المفروض ما يهولش في ورم الثدي وتاثيره ومضاعفاته، ويعمل اجراء جراحي مظبوط على قد الحاله، ولازم يكون بروفيشنال في اجراء العمليه دي. بالاضافه انه يبدا يستخدم طرق حديثه في التشخيص وفي العلاج، والمفروض الست اللي عندها ورم ثدي دي تاخد احسن عنايه، لان العامل النفسي مهم في رجوع الورم نفسه. يعني العامل النفسي ممكن يرجع الورم؟ انا حضرت مؤتمر في نيس فرنسا، طلع دكتور من اسرائيل، ده حقيقي، قعد يتكلم 3 ساعات، اللي هو كان اياميها اللي هو المظاهرات الفلسطينيه والكلام ده، قعد يتكلم ازاي تاثيرها في رجوع الورم، وعامله مشاكل كتير، مجرد ان الناس عندهم خوف اللي ممكن يلقوا عليهم قنبله او اتوبيس انفجر او سلب او الكلام ده، وقال قد ايه الورم بدا يرجع عشان كده. الخوف نفسه يسبب الاورام؟ طبعا طب الخوف والقلق يسبب الاورام. ده زائد ان كمان كان في الطب يرجع الصيني الورم كمان. ده في الطب الصيني كمان كان بيقول لك ان امراض الخوف والقلق يعني بتسبب امراض الطحال، بتسبب معظم الحاجات. طيب يا دكتور، نسبه النجاح بتاع العمليه دي قد ايه؟ طبعا مرحله اكتشاف الورم لها علاقه مباشره بتتبع نتيجه العمليه او الخطوره اللي هتنشأ نتيجه الورم نفسه. فكل ما يكون الاكتشاف مبكر النتيجه بتوصل ل 100%، زائد ان الورم ذات نفسه بيتشال بدون احداث اي تغيير في شكل الثدي. كل ما يكون في مراحل متقدمه فيها ثانويات في الجسم، في العظم، في الكبد، في الحوض، او في اي منطقه في الجسم، ده طبعا بينشأ عنه مضاعفات اكتر ويبقى نسبه الوفيات عاليه. فاحنا بنقول 100% و90% للمرحله الاولى والثانيه، بتوصل 30% واقل في المراحل الثالثه والرابعه. يعني كل ما يكون الاكتشاف بدري كل ما بيبقى نتيجه الاستئصال بتبقى اقل في الحجم عشان الورم ما يكونش انتشر. تمام. يبقى ده احنا كده لازم يعني الستات تتعلم طريقه التشخيص المبكر ان هم يشخصوا. وعشان كده في بروجرام، وكل الدول الغربيه مهتمه بيه، اللي هو السكريننج بروجرام على اورام الثدي، وبيستخدموا اللي هو الماموجرام ده على قطاعات، بيقسموا المدن لقطاعات ويبداوا يعملوا لهم سكريننج بصفه منتظمه سنويا، لكن طبعا مكلفه. الست لوحدها بتتكلف، ده حسب الاحصائيات اللي اتعملت في فرنسا، بتتكلف 44 يورو سنويا. طب يا دكتور، انا ليه عندك طلب يعني انا هطلبه بعد السؤال ده. ليه في مصر هنا ما يعلموش الستات كده، او ما يخلوش في الوحدات الصحيه نفسها، او بعد ما سمعنا عن الفتره اللي فاتت عن الحمله بتاعت مكافحه سرطان الثدي اللي هي طبعا كانت موجوده قبل الثوره، ودلوقتي بدات برضو يكملوا الحمله دي، ليه يعني ما بقاش في توعيه زي كده يعني؟ يعني انا من رؤيتي الشخصيه ان الحملات اللي اتعملت منهم السكريننج اللي اتعمل طبعا قبل الثوره وتبنوه ناس معينين، من رأيي ان كان معمول بصفة سياسية او بصفة لاكتساب رضا بعض الشعب، لكن طبعا ما طبقش بطريقة سليمة، وما زالت لحد دلوقتي ان ما طبقش، لان هو ليه طرق معينة لتطبيقه وحسابات معينة لتطبيقه، وطبعا العامل المادي مهم جدا، والعامل النفسي، والتوعية الجماهيرية، وحشد بعض الأطباء المتبرعين، وتطمين المجتمعات ان الموضوع ده هيقلل نسبة الحدوث. طبعا كل ده ما حصلش، ونزلوا مباشرة يعملوا سكريننج بدون متابعات ولا بدون خطة سنوية أو خطة دورية لإعادة، لأن شفتهم السنة دي، المفروض بشوفهم كل سنة هم المفروض لكن هم بيشوفوا قطاعات كده صغيرة في أي قرى لاكتساب
احنا موجودين. احنا موجودين معاهم. احنا بنفكر زي بره، لكن التفكير مش زي بره كده. بره بيحسبوها ماديا، بيحسبوها مدى جدوتها كمان في الاخر، اكتشفوا كام حاله او لا، وبيبداوا يعتمدوها كبروتوكول معين لاكتشاف مبكر، وبيقولوا ان ده بيوفر مش بيغرم. احنا هنا بنغرم بس لكن ما بنوفرش. طيب يا دكتور، الطلب اللي انا هطلبه من سيادتك دلوقتي، هطلب من سيادتك انك تعيد طريقه التشخيص، ان الست تشخص ازاي زي ما شرحت من شويه. اسفا يعني، ركزوا بقى مع الدكتور جداً في الحته دي. مهمه جدا طبعا الموضوع ده. هنقول اول حاجه السيده تقعد قصاد مرايه منتظمه، وتبدا تشوف اي تغييرات في الثدي، وبتشوف الكونتور بتاع الثدي من ناحيتين، وتبدا تلاحظ اي وجود اي احمرار او اي بروز حاصل، او اي تغيير في شكل الحلمه، او اي افرازات من الحلمه بعد ما تضغط عليها. بعد كده بترفع ايديها الاتنين وتقف قصاد المرايه، هتلاقي اي حاجات شاده الحلمه، ده من العلامات المهمه. بعد كده هي بتنام على ظهرها وبتحط وساده، وتبدا تشوف الايد اللي هي العكسيه للثدي، وتقسم الثدي لاربع ارباع، وبايديها وهي اصابعها هي مفروده تبدا تشوف اي وجود اي ورم موجود. ممكن طبعا تقدر تطلع لو في ورم اكتر من سنتي او 2 هتقدر تطلعه. لو لقيت اي حاجه من دي بتذهب للاخصائي او الطبيب مباشره. تمام يا دكتور. طيب يا دكتور، عايزين نتكلم عن العلاج المكمل بعد العمليه. طبعا ده له بروتوكول. في بعض الحالات اللي هو اكتشافه مبكر ما لهمش اي علاج مكمل، لكن لهم بروتوكول متابعه. طب نتكلم عن ده وده. العلاج الاورام عامه، علاج جراحي، علاج اشعاعي، علاج كيماوي، علاج هرموني، علاج مناعي. بالنسبه للثدي بينطبق عليهم كل طرق العلاج. يعني كل الطرق دي بتعدي على اورام الثدي؟ بتنطبق على الثدي. الاساس او بنقول اللي هو حجر الاساس في علاج الثدي، العمليه الاولانيه تبقى صح والتشخيص صح، ودكتور متمرس في العمليه عشان يقدر يفيد الست، يقدر ما يسيب لهاش اي بواقي، ما يسيب لهاش اي غدد لمفاويه. بتبقى مشكله في المتابعه وفي العلاج المكمل. بعد كده في العلاج الكيماوي، وليه طبعا اساسات ان احنا نبدا ندي الكيماوي على حسب حجم الورم، على حسب عدد الغدد الليمفاويه المصابه، على حسب وجود ثانويات في اي حته. بنبدا نقول ان دي محتاجه علاج كيماوي ولا لا. العلاج الاشعاعي بيبقى اساسي في كل الحالات اللي فيها العلاج التحفظي، اللي شلنا مقطع او شلنا زي حاجه زي كده. في العلاج يعني هو متقسم، بيتقسم معانا. يعني مرحله علاج اورام الثدي بيعدي على جميع وسائل المتابعه، اللي هي الاشعاعي، العلاج الاشعاعي والعلاج الكيماوي والجراحي، بس لازم يعدي على كل دول. في العلاج الهرموني ده بقى اساسي طبعا في اورام الثدي، ان كل السيدات بيتعمل لهم حاجه اسمها مستقبلات الهرمونات للورم ذات نفسه. حاجه اسمها استروجين ريسبتور، مستقبلات الاستروجين، وبروجسترون اللي هو هرمونين من الانثويتين. بيتعملوا دول وبنشوف 85% من السيدات بيطلعوا ايجابي، وده بيبقى حاجه كويسه لان بيقدروا ياخدوا علاج هرموني بيحميهم بعد العلاج الجراحي والكيماوي والاشعاعي. بيبداوا ياخدوه من 5 ل 10 سنين متواصله. من 5 ل 10 سنين بيفضلوا بياخدوه وبيحمي رجوع الورم وبيحمي الثدي الثاني كمان. طب كان في ملحوظه يا دكتور، اللي بيتم علاجه بالعلاج الاشعاعي، هل لما بيرجع البيت ليه طريقه معينه او طريقه وقائيه معينه بيتبعها؟ لا دي طبعا ما فيش اي مشاكل، لان دي جرعات بيمتصها انسجه السيده، وما يعني دي فكره مش صح ان هي يبعد عنها الاطفال والحوامل والكلام ده. والاكل في حاجه في اناء معين؟ لا
يعني الكلام ده غلط؟ لا مش مظبوط، بيتصرفوا عادي خالص ومفيش اي مشاكل من عندهم. طبعا سيادتك عارف المجتمع بتاعنا بيبدا ينتبذ اي حد عنده مرض زي ده بيفتكر ان هو مرض معدي، فبيضطر ان هو يتجنبه، فمن ناحيه تانية بتسوء حاله المريض طبعا بنسبه 200% مش 100%. طبعا. فسيادتك تقول لهم ايه؟ تقول للناس ايه تخلي بالهم ان المرض ده مش معدي ليه؟ طبعا هي كل الاورام مش معديه. الاورام دي عباره عن حصل تغيير في شكل الخليه، سواء بالوراثه او سواء بالعوامل المسببه اللي احنا قلناها، وبدات يحصل لها نوع من التكاثر وزياده العدد بدون ما الجسم يبدا يسيطر عليها، وبتبدا تعمل لنفسها اوعيه دمويه جديده، وبتبدا تبعد عن التحكم المركزي بتاع الجسم، لان اي خليه لها نسب انقسام موجوده وقت لما يحصل ان هي تموت. فكل الخلايا بتاعت الجسم لها خاصيه اللي هي تموت، لها فتره عمر معينه. لكن الخلايا السرطانيه اسمها امورتايل سيل، او الخلايا اللي غير قابله للموت، تقعد عايشه معمره تقعد عايشه وتتكاثر، فعشان كده بيكبر حجمها وتبدا تتضرب في اضعاف لحد ما توصل لحجم معين. وحاجه مهمه هنا بنقول الورم اللي حجمه سنتي ده عايز 5 سنين عشان يتكون. 5 سنين عشان يتكون ويبقى عشان سنتي. يتكون ويتحس. تمام. طب يا دكتور المتابعه بعد العمليه في طبعا بروتوكول موجود للمتابعه، المفروض مش محدش بيألف او يشوف حسب الحاله، لكن في بروتوكول بيطبق على كل الحالات. بروتوكول واحد؟ حتى اللي كان الورم بتاعها نص سنتي وتشال بدون اي عمليه كبيره لازم تتحط في نفس البروتوكول، لان برضك مش حجم الورم هو المهم بس، لكن في حاجه اسمها مدى شراسه الورم الخبيث اللي في الثدي. في ورم بيبقى قد كده حجمه 7 سنتي لكن مش شرس وما ينتشرش وما يعملش حاجه، وفي ورم نص سنتي بينتشر وبيعمل مشاكل. فكل السيدات المصابات بالاورام الثدي لازم يتحطوا في بروتوكول متابعه. البروتوكول المتابعه كده بتلخيص ممكن نقوله ان هي بتعمل حاجه اسمها دلالات اورام مخصوصه للثدي في السنه الاولانيه والسنه الثانيه والسنه الثالثه والرابعه والخامسه لها طرق دوريه. في السنه الاولى بتعمل دلالات الاورام دي شهريا، وبتعمل اشعه على الصدر واشعه صوتيه على البطن والحوض بتعملهم كل 3 شهور، وبتعمل حاجه اسمها مسح زرع العظام ده قبل ما تبدا العلاج كيماوي او اشعاعي، وبتعمله سنويا او حسب المتطلبات. لو كان في الام في العظم ما بتستجيبش للمسكنات او الحاجات دي بتعمل مسح زرع العظم. ففي السنين اللي بعد كده بيقل المعدل، بيبقى بنوصل بعد 3 سنين ان بنعمل دلالات الاورام والحاجات دي. دلالات الاورام كل 3 شهور، والاشعه الصوتيه على البطن والحوض دي كل 6 شهور، والمسح الذري ده كل فتره كبيره يعني. طيب يا دكتور في ادويه معينه بتسبب سرطان الثدي زي ما حضرتك كنت قلت لي ان هي او حاجات موانع الحمل وكده؟ طبعا لو احنا رجعنا للعامل الهرموني كمسبب هنقول ان استخدام حبوب منع الحمل او الكبسوله او اللزق او الكلام ده عباره عن هرمون صافي. ده طبعا الابحاث اثبتت ان نسبه حدوث اورام الثدي بتزيد اكتر من 70% باستخدامه، خصوصا فوق سن 35. فعشان كده بننصح السيدات ما يستخدموش حبوب منع الحمل في سن فوق ال 35، يستخدموا وسائل اخرى. في حاجه كمان اهم بقى اللي هي بعد انقطاع الدوره الشهريه، في دكاتره امراض النساء طبعا بيحبوا يخلوا الست لسه حلوه زي ما هي، يبداوا يعملوا الهرمونال ريبليسمنت ثيرابي ده اللي هو العلاج الهرموني التعويضي، وبداوا يدوها هرمونات عشان تحتفظ بنفس نساقتها وبنفس نضارتها. طبعا الابحاث اثبتت ان بعد 5 سنين متواصله من استخدام العلاج الهرموني بيسبب اكتر من 50% اورام سرطانيه في الثدي. طب يا دكتور انا عايزكم تركزوا بقى في الحته اللي جايه دي مهمه جدا. يا دكتور انا عايز نصيحه الدكتور سعيد البرجي للمشاهدين دلوقتي اللي هم ازاي يخلوا بالهم من نفسهم من اورام الثدي في دقيقه، لان احنا معانا دقيقتين على نهايه البرنامج.
اول حاجه ما يبقاش عندها خوف ان يكون يحصل لها ورم ثدي او لا. اصبح دلوقتي ورم الثدي ده زيه زي اي مرض، نسبه شفائه بتوصل 100% طالما هي واعيه لنفسها. تبدا تتجنب طبعا التجربه كلها، تبدا تتجنب حبوب منع الحمل قبل 35 سنه. بعد 35 سنه تبدا بتعدل طريقه اكلها، لو هي معتمده على النشويات او السكريات تبدا تاكل حاجات طبيعيه، فواكه وخضروات. مش لكل صغيره وكبيره اللي هتكح او عندها وجع في سنان تروح تعمل اشعه. ما تنامش وجنبها التليفون المحمول او يبقى هي على صدرها، لان دي موجات كهرومغناطيسيه، وهي تقدر تلاحظ لو حطيته جنب التلفزيون هيبدا ذات نفس التلفزيون يوش مجرد ما يجي لها اي مكالمه. فهو دي موجات كهرومغناطيسيه موجوده حقيقه. تاني حاجه ان هي ما تترددش وما يبقاش عندها نوع من الخوف، ان تكشف على نفسها كويس وتبدا تعرض على نفسها على طبيب يقدر يشوفها لو هي طبعا مش قادره تشوف نفسها، وتبدا تاخد خطوات جريئه وما تخافش من وجود ورم او لا. تاني حاجه تبعد عن اي افكار من جارتها من قريبتها، او ما تبصش لواحده حصل لها الورم ده وماتت او بدات تخش في مشاكل ان كل الاورام الثدي كده. بالعكس دلوقتي القليلين بس قوي لو بيكتشفوا متاخر هم اللي بيحصل لهم مشاكل، لكن معظم العيانين اللي اكتشفوا حتى الاورام كانت كبيره كلهم عايشين كلهم كويسين وفي حاله نفسيه كويسه. تمام يا دكتور، انا بشكر سيادتك في نهايه البرنامج نيابه عن المشاهدين وعن اسره البرنامج كلها، بتقدم لسيادتك بالشكر، واتمنى ان احنا نكون وصلنا معاكم يعني لدرجه وعايه وحصار للمرض ده، وان انتوا تطمنوا منه ما تخافوش منه زي الدكتور سعيد ما قال. والف شكر لك يا دكتور سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرين جدا. الله يخليك. بوساط أسرع خدمة للتوصيل في مصر، من الباب للباب. مسافر تتفسح ولا عندك شغل؟ عايز تجيب شنطك من المطار؟ عايز تنقل الأجهزة المنزلية لبيتك الجديد؟ عايز توصل وتجيب الأولاد من النادي؟ عايز توصل أوراق وملفات الشغل لأي مكان؟ بوساط خدمة توصيل لرجال الأعمال، للشركات، لمكاتب المحاسبة، لمكاتب المحاماة، للمنازل. اتصل من أي محمول على 2642. بوساط أسرع خدمة للتوصيل في مصر، من الباب للباب. وعلشان الوقت ليه تمن، بوساط هيخدمك مقدما. عندك مشروع صغير ومحتاج لتمويل، وطبعا البنك هيطلب فوائد كتير ومحتاج ضمانات أكتر. اتصل دلوقتي على الخدمة الجديدة والمميزة حافز. خدمة حافز بتقدم لك تمويل لمشروعك الصغير يصل إلى 10,000 جنيه بدون فوائد، ونظام السداد 200 جنيه قسط شهري بدون فوائد ولا مصاريف. اتصل من أي محمول على 2642 وسجل فكرة مشروعك، وفي نهاية كل شهر هيتم اختيار أفضل مشروع، وحافز هتساعده في التمويل. مع حافز تمويل مشروع صغير كل شهر 10,000 جنيه، والسداد 200 جنيه قسط شهري بدون فوائد ولا مصاريف، ودايما للتقدم حافز. للإعلان على قناة الصحة والجمال اتصل على للمشاركة في برامجنا على قناة الصحة والجمال اتصل على